لماذا أنت أفشيت السر؟ لقد أخبرت صديقنا علي فقط. ولكن لماذا ألم أقل لك أن لن تقول لأي أحد؟ نعم أخبرتني ولكنني لم أخونك. إذن لما تقول؟ لقد أخبرته فقط، لم أقصد أن أخونك. معلش، هل ممكن أن أفهم ماذا يحدث هنا الآن؟ إنه أفشى في سره. ولماذا أفشيت سره يا منجوس؟ لم أقصد أن أفشي السر، ولكن أخبرت صديقنا علي. ولكنه كان هناك سر بينك وبين محمد فقط، أليس كذلك؟ نعم. وهذه تعتبر خيانة، أليس كذلك؟ لم أقصد أن أكون خائنا له. ذكرتموني بقصة ما رأيكم أن أحدثكم عنها مع أصدقائنا الأطفال في برنامج براعم؟ هل تشوقون لسماعها؟ نعم. حسناً يا أصدقائي الأطفال، مرحبا بكم. لدي قصة مشوقة وجميلة جدا ذكرني بها صديقنا منجوس ومحمد. دعوني أخبركم بها في قصة براعم. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان هناك في قرية يعيش فيها قرود، وحاكمها ملك قرد كان يحكمها بشجاعة وبحكمة. ولكن مرت الأيام والزمن، فصار هذا الحاكم كهلا وكبيرا في السن، وأتى أحد القرود الشباب وعمره يافع قليلا. فماذا فعل؟ طرد الملك وصار هو الملك، عمل عليه مثل الانقلاب وأنفاه من القرية. قال له: لا نريدك مجددا في قريتنا. ذهب القرد العجوز وهو حزين كئيب يجر خطاه، وهو يتألم من شدة خيبته من قريته وأهلها. كيف أفنى عمره وهو يحاول مرارا وتكرارا أن يبني تلك القرية، ثم بعد مرور سنوات في عوض أن يجازوه بحسنهم وإكرامهم له، ماذا فعلوا؟ طردوه من القرية. ذهب يبحث عن مأوى جديد له، وهو يبحث وجد قرية أخرى خاوية، فذهب وتركها مجددا. لا أحد هناك، وما للقرى وهي خاوية لا تعاش. وجد شجرة كبيرة تطل على بحيرة جميلة، فقرر أن يتخذها بيتا، وصارت بتلك بيته. وكان يأكل التين الموجودة من ثمار تلك الشجرة، وأحيانا يلقيها على البحيرة، فقد أعجب بصوتها فتارة يلقيها، وكل يوم يفعل ذلك ليستمع إلى نغمة ارتطام التين مع الماء في البحيرة. بالصدفة كانت هناك سلحفاة في تلك البحيرة تعيش، وترى دائما القرد يرمي التين على البحيرة. كانت تظن أنه يريد مصادقتها، فلذلك هو يرمي التين لإطعامها من باب الصداقة. فحاولت أن تتقرب إليه وصارت صديقته، وصاروا معا أعز الأصدقاء، السلحفاة وأيضا القرد. هو يطعمها وهي تتسامر معه وتحكي معه وتقضي أوقاتها معه. مرت الأيام والوقت يمر، ولكنها نسيت أهلها ونسيت زوجها وابنها الوحيد، فكانت دائما تقضي الوقت مع القرد. انزعج زوجها من ذلك، وقد لاحظ غياب زوجته المتكرر على البيت، فكان يتساءل ماذا سوف يفعل ليجعل زوجته تعود إلى بيتها وتهتم به وبابنها. فذهب لأحد أصدقائه وسألهم: ماذا أفعل مع زوجتي التي تركت بيتها وهي تلهو وتلعب مع القرد صديقها؟ فأخبره أحدهم بفكرة وحيلة ماكرة. قال له: أخبر زوجتك بأن ابنك جدا مريض، وقال له الطبيب أن علاجه فقط في قلب قرد، فقط حينها سيعود إلى صحته وسيستمر في الحياة، وإلا فإن أيامه معدودة وسوف يموت قريبا. حينها فقط أخبر زوجته بذلك، وخافت جدا على ابنها وابنها الوحيد، كيف سوف تتركه يموت؟ خممت وفكرت كثيرا ماذا سوف تفعل. حينها
أرادت أن تخبر القرد، لكن تأكدت بأنه لن يعطيها قلبه، لن يموت لأجل ابنها، وأيضا لا تريد أن تغدر بصديقها، فقد تعاهدوا على الوفاء، تعاهدوا أن يظلوا أصدقاء إلى الأبد. فكرت فهي بين مرين: خيانة صديقها أم موت ابنها. بعد أيام من التفكير والحزن على ابنها والحزن على صديقها أيضا، قررت أن تضحي بصديقها لأجل ابنها. ذهبت إلى صديقها وأخبرته بحيلة: تعال يا صديقي القرد، دعني أخذك إلى الجزيرة التي أعيش فيها لترى بيتي وتتعرف على زوجي وابني. فوافق القرد بكل سرور، فهو يثق في صديقته السلحفاة. نط بسرعة إلى ظهر السلحفاة. ذهبت السلحفاة تسبح في البحيرة لتأخذه إلى الجزيرة المزعومة، وهي في الأصل تريد قتله لأجل أخذ قلبه لأجل ابنها. حينها فكر القرد لما يرى صديقته حزينة على غير العادة، ولما هي مهمومة ولا تتكلم طوال الطريق. سألها: ما بك يا أيتها السلحفاة؟ أخبريني علي أخفف عنك. فقالت له: القصة بأن ابنها جدا مريض، والدكتور الطبيب قال له فقط عليها بقلب قرد لكي يستمر في الحياة ويعيش إلى الأبد بصحة وفي عافية. هنا فهم القرد ماذا تخطط السلحفاة لفعله. تريد التضحية به والغدر به وقتله لأجل قلبه. انفجع قليلا: ماذا سوف يتصرف؟ هو في وسط البحيرة والمياه تحيطه من كل جانب ولا يجيد السباحة. حاول أن يفكر بشيء ما لينقذ نفسه من هذه الموقف، فقال لها بعد تفكير عميق: لماذا لم تخبريني يا صديقتي السلحفاة عن هذا من الأول؟ نحن معشر القردة حينما نسافر نترك قلوبنا عند أهلنا أو عند بيوتنا، أي الأشجار التي نعيشها. حينها قالت له: لم أكن أعرف ذلك يا صديقي، إذن أين قلبك الآن؟ قال لها: إن قلبي في الشجرة عند بيتي. لماذا لم تخبرينني؟ كنت جلبته معي لأجل أن يعود ابنك إلى صحته. سعدت السلحفاة وصدقت الحيلة وذهبت معه إلى بيت القرد. أعادته إلى الشجرة. حينها صعد القرد بسرعة البرق إلى بيته في أعلى الشجرة، وهو يقول للسلحفاة: يا لك من مخادعة. حينها لم تفهم السلحفاة ماذا حدث، وصارت تناديه: تعال انزل وهات قلبك لنذهب إلى بيتي. قال لها القرد: لن آتي وأنت مخادعة، وقد نكثت عهدنا وقمت بخيانتي. أنت من أردت قتلي والغدر بي. لن يكون هناك أي صداقة بيننا، وهذا الفراق بيني وبينك. حزنت السلحفاة لأنها فعلا أخطأت بخيانتها لصديقها، وانتهت قصتهما معا إلى الأبد، لأنها خانت صديقها، والأرنب أو القرد عذرا عرف ماذا حدث. توتة توتة خلصت الحتوتة. هل عرفتم ماذا حدث للقرد وأيضا للسلحفاة؟ نعم. هل عاد علاقتهما مثل السابق؟ لا، لم تعد مثل السابق. أنا أظن لكنهم افترقوا، لم يعودوا يتحدثون. قد غدرت به، أرادت قتله، لم يرد أن يعود إليها صديقا لكن مجددا. يمكن يعني بعدين يوم يكبرون يمكن يتصالحون مع بعض. يمكن ويمكن لا، يمكن انتهت علاقتهم يمكن. إلى الأبد. يمكن. هل تريد أن تنتهي علاقتك مع منجوس؟ أنا لا أريد، لكن أنا لا أحب أن أي أحد يفشي بسره ويقول إنه أنا ما سويت أي شيء. وماذا عنك يا منجوس؟ هل تريد أن تنهي علاقتك إلى الأبد مع صديقك محمد؟ بالتأكيد لا. إنني إذن- أعتذر، وقد فهمت من القصة معنى الصداقة وعدم الخيانة. صحيح، أحسنت يا منجوس. إذن علينا ألا نخون أصدقائنا مهما حدث، أليس كذلك؟ نعم. نعم، والخيانة صحيح. تصرف سيء. وأنا أعتذر منك يا محمد. طيب أنا آسف، أنا كمان آسف إذا فعلت لك شيئا لا تحبه. حسنا، صافحني. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
أحسنتوا، أنا سعيدة بكما جدا. إذا هل ممكن أن تخبروني أيضا ماذا تعلمتم من القصة إن كان هناك تفاصيل أخرى؟ تفضل يا محمد. مثلا الخيانة هي شيء مرة يعني ما كويس، ولو خنت أي واحد عزيز عليك ما تقدر يعني مثلا صاحبك العزيز الوحيد يمكن يخليك وتنساه. صحيح. يعني ينساك زي كده. صحيح. جميل، أحسنت يا محمد. ماذا عنك يا منجوس؟ نعم، لقد تعلمت الكثير. أولا يجب ألا ننسى التضحيات التي قام الأصدقاء بالتضحية بها من أجلنا. ثم لا بد أن لا نفشي أسرار أصدقائنا. صحيح. وفي النهاية لا بد أن لا نخونهم. أحسنت يا منجوس وأحسنت يا محمد. ماذا عنكم يا أصدقائي؟ هل فهمتم من القصة؟ ماذا؟ أخبرونا. ونلتقي إياكم بعد الفاصل، ابقوا معنا، هناك الكثير من الأشياء التي سوف نتعلمها معا ونكتشفها معا. ابقوا معنا في برنامجكم براعا. مرحبا بكم مجددا أصدقائي الأطفال أينما كنتم في برنامجكم براعا. عدنا إليكم مع فقرات جديدة مميزة لهذا اليوم. تشوقون؟ نعم. تشوقون جميعا أصدقائي؟ بالتأكيد. حسنا، هيا بنا إلى فقرتنا القادمة فلنتعلم معا شيئا جديدا. يا أصدقائي الأطفال، سوف نتعلم شيئا جديدا اليوم، وهي رسمة مميزة لبيت دافئ. الجميع لديه بيت، علينا أن نرسمه على الورقة. أبدعوا كما تشاءون، ليس بالضرورة أن ترسموا مثله بالضبط. أبدعوا وأطلقوا الخيال في رأسكم. حسنا، سوف نحاول أن نرسم بيت بسيط جميل جدا. أحتاج في هذا الأمر إلى ورقة بيضاء، أقلام، وأيضا إلى ألوان ومبرة علنا نحتاجها بمحا كذلك، ومسطرة أيضا إذا احتجتم أن ترسموا أو تسطروا الخطوط. حسنا، هل أنت جاهز يا محمد؟ نعم. هل أنتم جاهزون يا أصدقاء الأطفال؟ هل أنت جاهز يا منجوس؟ نعم. حسنا، هيا بنا. ما رأيك يا منجوس في البيت الذي سوف نرسمه؟ إنني متشوق لأراه. ماذا عنك يا محمد؟ أني مرة متشوق. هل سوف ترسم بيتك؟ نعم. حسنا، هيا بنا. أول شيء نحتاج إلى أن نرسم إلى مربعين فيه ماذا؟ في خطوط مستقيمة. مثلا سوف نحتاج إلى خط مستقيم. المربع سيكون عبارة عن 10 سنتيمتر مثلا بالطول وبالعرض، 10 سنتيمتر. تمام، هكذا. بعد ما رسمنا المربع سوف نحتاج أن نرسم مثل ما تشاءون. ترسمون أيضا مثلثا هنا فوق المربع من أجل أن يكون هناك رأس للبيت مثلا. رسمت مثلث ورسمت مربع. أو لا تحبون أن ترسموا مثلث كما تشاءون، أبدعوا كيفما تريدون. أرسم أيضا باب، أكيد عليه أن يكون هناك باب. ونرسم أيضا نافذتين. نافذتين هي عبارة عن كأنها عيون البيت. بهذه الطريقة نحن نرسم. هكذا رسمنا كأنه عيون للبيت
وفم، ولكنه باب ونافذتين. يمكنكم أن تلونوا مثل ما تشاءون. خذ المسطرة يا محمد إذا أردت أن تبدأ الرسم، تفضل منها وقلم إذا أردت ذلك أيضا. وهكذا نكون قد رسمنا أساس البيت، ولكن في التلوين والتفاصيل علينا أن نفعل ما نريد. افعلوا ما تشاءون. أنا أفكر أن أرسم داخل النافذة عيون، أريد أن أجعله مثل بيت كرتوني، هذا ما أريده. انظروا، فأرسم في داخل نافذة عيون، وبالتالي يصبح كأنه بيت لديه عينين. وهكذا أضع له أيضا رموش، وأيضا أضع له كأنه فم يبتسم هكذا. وأيضا سوف أرسم هنا بعضا من الورد بجانب البيت، سوف ألونه جيدا. رسمت مأذنة أيضا، مدخنة، عذرا، مدخنة هكذا يخرج منها بعض الدخان، لأن في البيت هناك أكل يطهى. ثم نرسم هنا دائرة أيضا كأنها نافذة صغيرة. علي فقط أن ألونها. يمكنكم أن تلونوا مثل ما تشاءون أصدقائي الأطفال. على وقت التلوين أفضل فقرة. ما هي الألوان التي ستستخدمينها صديقتي نورة؟ إنني أستخدم في اللون الأحمر الآن لأجل اللسان. لديه لسان هذا البيت الذي ألونه. ما هو لونك المفضل يا منجوس؟ أنا أحب اللون الأزرق. جميل. ولدي أنشودة جميل، الأقلام. اسمعنا إياها. حسنا، ما رأيك يا محمد؟ حسن. قلم أزرق يرسم زورا، وسماء بها شمس تشرق. جميل. قلم أحمر أخذ المنظر، لون كل الورد الأحمر. قلم أصفر نظر وفكر، أين مكان للأصفر. ما رأيكم؟ جميل، رائع، أحسنت، عجبتني الأنشودة. شكرا. إنها جميلة جدا. أنا ألون الآن بلونك المفضل الأزرق. جميل. صحيح، استخدمه في السقيفة أو العلية. بيتي لونه أزرق أيضا مثل لون منجوس المفضل. إن محمد يرسم في الكثير من الأشياء. جميل، أحسنت يا محمد. هذه عمارة طويلة، أحسنت. بيته كبير محمد. سوف نرى في النهاية ماذا يبدع محمد، ما هي إبداعاتكم أنتم أيضا أصدقائي الأطفال، أليس كذلك؟ إنني أنظر إليك يا محمد. هل هي جميلة؟ نعم بالتأكيد.
ونحن الآن سوف ننتهي قريبا من رسم بيتنا. ماذا عنكم يا أصدقائي الأطفال؟ ماذا عنك يا محمد؟ إنها صعبة. إنها؟ أوه جميلة. لم ينهي محمد بعد، لكنه قارب أو شارف على الانتهاء. هذا إذن رسمة البيت الذي رسمناه. ما رأيكم فيه؟ لو جميل؟ هذا بيتنا الجميل الذي سوف نعيش فيه كلنا في عالم براعم. ما رأيك؟ جميلة. أعجبك؟ نعم. ماذا عنك يا منجوس؟ إنه جميل. جميل. وأنا أريد العلية. حسنا. ماذا عن انظر إلى بيت محمد كيف هو جميل جدا ورائع. إنه جميل جدا. أيضا بيت محمد فقط لم ينهي تلوينه، ولكنه قمة في الإبداع. أحسنت يا محمد، أبدعت، بيتك جميل. ماذا عنكم يا أصدقائي؟ أريد أن أرى بيوتكم. راسلونا على مواقع التواصل الاجتماعي لنرى بيوتكم كيف هي. لا تنسوا. إذا نذهب إلى فقرتنا القادمة، وهي فقرة التحدي. أنتم قد التحدي ولا لا؟ دعونا نرى. ماذا عنكم يا أصدقائي منجوس ومحمد؟ أنا سوف أفوز كل مرة. ماذا عنك يا منجوس؟ لا، هذه المرة سأفوز. حسنا، لنرى من سوف يفوز في الفقرة القادمة. هيا بنا. مرحبا بكم مجددا أصدقائي الأطفال في فقرتنا التحدي. هذه فقرة مهمة جدا لأننا سوف نرى تحدي بين منجوس ومحمد. يا ترى من سوف يفوز؟ أنا سأفوز. سوف أفوز. سوف أهزمك. لن تستطيع هذه المرة. هذه مرة أنا سوف أهزمك. أنت لم تهزمني. حسنا. أروني ذلك. لن داعي لنتكلم كثيرا، علينا فقط أن نجيب على الأسئلة ونرى من سيفوز بينكما. ماذا عنكم يا أصدقائي؟ من تتوقعون سوف يفوز؟ هل هو منجوس أم محمد؟ دعونا نرى. حسن، أول سؤال يقول: من هو أول فدائي في الإسلام؟ برفع الأيدي إذا عرفتم الجواب. من هو أول فدائي في الإسلام؟ من يا ترى؟ هل عرفتم؟ ماذا عنكم أصدقائي الأطفال؟ هل عرفتم الجواب؟ من هو أول فدائي في الإسلام؟ أنا سأجاوب. تفضل يا منجوس. هل هو سيدنا علي؟ صحيح، سيدنا علي بن أبي طالب. أحسنت يا منجوس، إجابة صحيحة لك يا منجوس. شكرا. رقم 1 لمنجوس. لا بأس يا محمد، ما زال هناك أسئلة أخرى، عليك فقط أن تجيب بشكل صحيح في المرة القادمة. اتفقنا؟ حسن. السؤال الثاني يقول: من أول من أسلم من الصحابة من الرجال؟ من يا ترى سوف يعرف الإجابة؟ تفضل يا محمد. هل هو أبو بكر الصديق؟ أحسنت، برافو، أحسنت يا محمد. قلت لك سوف أهزمك. جواب صحيح. السؤال الأخير والثالث، وهو الفاصل لكي نعرف من سوف يفوز معنا. هل هو منجوس أم محمد؟ السؤال الأخير يقول: من هو أول من أسلم من الصبيان؟ من يا ترى سوف يعرف؟ تفضل. هو علي بن طالب بن أبي طالب. أحسنت يا محمد، برافو. فزت علي. لقد فزت هذه المرة، لكن سأفوز في المرة القادمة. مع الأسف يا منجوس، لقد خسرت هذه المرة. عليك أن تتحلى بكل روح رياضية. مبروك أيها الفائز. لكن إن شاء الله أنت أيضا سوف تفوز. نعم إن شاء الله. شكرا لك يا صديقي. شكرا. أحسنتما، وأحسنتم أيضا أنتم أصدقائي الأطفال. أكيد عرفتم الإجابة الصحيحة، أليس كذلك؟ إذن انتهت فقرتنا لهذا اليوم بفوز من؟ فوز محمد على منجوس. وأنتم في الفقرة القادمة عليكم أن تجيبوا دائما بشكل صحيح كعادتكم. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي وإياكم في العدد القادم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.